أهلا وسهلا فيكم بوصفة جميلة وجديدة عليكم، مو جديدة علي لأني دائما أسويها من يوم أنا تقريبا صغير. هذه الوصفة تعتبر من أغلى الحلويات حول العالم، وهي التشيز كيك اللي تتربع على العرش، وجميلة وبطعمها وبسلاستها ورغوة كريمتها. انتظرونا الآن وشوفوا الطريقة مع بعض. خيال خيال خيال. طبعا أول حاجة عندنا هنا بسكوت طحناه، بس أنا ما طحنته بالمطحانة، دقدقته كذا، أحبه كذا يحرفش. فالحين هنا عندي بلاندر، تمام، راح أحط عليها لوز وشوية من البيكان، طبعا مش كله، شوي بس كذا بهذا الشكل، وراح أخلطه بالبلاندر عندي هنا، بس مو مرة أنعمه، شوي يعني. الآن إيش راح أسوي؟ البيكان واللوز اللي طحنته هنا راح أكبه على البسكوت هذا الشكل، راح أحط جوز هند شوية، وأصب عليهم من الزبدة بهذا الشكل، وأخلط. طبعا الزبدة على حسب إلين تتشكل معاكم بسكوت الرصة على التشيز كيك. الآن راح أخذ البسكوت وأحطه في القالب تبع التشيز كيك بهذا الشكل، وراح أرصه هذا الشكل. بعد ما رصيت البسكوت بهذا الشكل راح أدخله داخل الفرن لين تطلع كذا ريحة البسكوت مع الزبدة، وأحس إن البسكوت تحمر عندي كذا شوي، أطلع على طول. بسم الله. الآن بسوي معاكم خلطة التشيز كيك نفسها، خلكم معانا. يلا الآن راح نسوي معاكم كريمة التشيز كيك، ولازم تنتبهون لطريقتها صح. عندي هنا كريمة تشيز كيك على درجة حرارة الغرفة، يعني ما تطلعونها باردة من الثلاجة وتستخدمونها، لا، على درجة حرارة الغرفة. عندي 30 جرام من كريمة التشيز. طبعا راح نخلطها قبل ما نخلط أول شيء راح أحط عندي هنا علبة قشطة، بسم الله، علبة قشطة، وعندي كوب سكر. بحاول إني ما أحطه كله، تمام. وبرضو راح آخذ ليمون وأعصرها، ليمونة كاملة. الآن راح أبشر شوي برضو من بشر الليمون على الكريمة حقتنا بهذا الشكل. بسم الله. الآن راح أخلط المكونات كلها مع بعض هذا الشكل، وراح أنزل البيض بعد شوي بالتدرج. عندي برضو هنا كريمة صغيرة أحطها كامل. حطيت الكريمة وراح أخلط الآن جميع المكونات مع بعض، وما ننسى طبعا الفانيلا بهذا الشكل، ونخلط. الآن راح ننزل الثلاث البيضات، وبرضو راح نخلط جميع المكونات مع بعض إلين تتجانس. خلطنا الخليط وصار عندنا الآن جاهز. هذا قالب التشيز كيك، طبعا خليته
خليته يبرد شوي، حطيته بالثلاجة عشان يبرد البسكوت وما يكون عندي القالب مرة حار، انتبهوا. بسم الله، الآن راح أكب خلطة التشيز كيك. ريحتها خيال 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 وفوق الخيال، ما شاء الله تبارك الله. خلطة جميلة واعتمدوها. هذا تشيز كيك نيويورك، هذه الطريقة الأصلية للتشيز كيك. شفتوا لما تدخلون بريطانيا تروحون فرنسا الفاين دايننج المطاعم، نفس التشيز كيك حقهم. طبعا في خطوات لازم تتبعونها طبعا من اهم الخطوات هذه الخطوة، انكم تحطون التشيز كيك تحته قصدير، تمام، وتقفلون حوافه بهذه الطريقة، لان احنا بنسوي له حمام مائي وما نبغى الموية يدخل داخل البسكوت، تمام، بهذا الشكل بهذا الشكل. ها شفتوا كيف الشغل الترتيب والنظافة والأناقة كذا. بسم الله. راح ندخل التشيز كيك الفرن بهذا الشكل، تمام. لا جيبي شوية. راح نصب موية بهذا الشكل، حمام مائي لمدة 30 دقيقة تقريبا إلين تصك عندنا الخلطة من فوق. وهذه طريقة جدا مهمة في صناعة تشيز كيك احترافي نفس الكوفيات والمطاعم، وممكن أحلى بعد. يلا الآن سكر عليه. طبعا هذا التشيز كيك بعد 45 دقيقة تقريبا خلاص. شوفوا لما تلمسونه كذا باصبعكم تشوفون الطبقة اللي فوق جامدة. الآن بخليه داخل الفرن، بطفي عليه، بخليه تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة، بعدين أشيله. يعني أنا الحين بطفي الفرن عليه وبخليه داخل الفرن تقريبا كذا 40 دقيقة. واو 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 واو، التشيز كيك شكله خرافي. الآن راح نقصه معاكم ونستمتع بالطعم، مو بس بالشكل حتى الطعم. يلا الآن بسم الله راح نقص التشيز كيك، إن شاء الله ما نجيب العيد. يلا الآن بسم الله راح نقص التشيز كيك. كيف معاكم؟ واو 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 واو، خرافي ما شاء الله، خرافي الشكل النهائي مثل ما تشوفون ما شاء الله، جنان. كيف الطعم؟ يلا الآن مستعدين؟ واو أحلى لكم. موت ساوري كريمي سويتي كذا يتغلغل فمكم وانتوا تاكلونه، فظيع. ولا اللوز المطحون مع البسكوت مع الكوكونات، معطي جو خيالي.